لكل اللي مهتمين باللي بيمثل واللي بيغني، وداعا عامر منيب. حلقتنا النهارده الخاصة جدا من برنامج الوسط الفني. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان في أنحاء وطننا العربي الكبير الجميل من المحيط للخليج، ودي حلقتنا الأسبوعية من برنامج الوسط الفني على شاشة قناة الفراعين. حلقات بيبقى ليها أشكال مختلفة وفيها نوع من أنواع الكشف حقائق وصراعات دنيوية. أنا متأكد الواحد لازم بيدخل فيها ويتعمق فيها، لأن هي دي الحياة. بس في حلقات معينة كده أنا أتمنى أنكم تصدقوني فيها، منها حلقتنا النهاردة ليها دعوة بإنسان قبل ما يكون فنان، لكن الصدف جمعت أن أنا برنامج فني متخصص، لكن أنا هو فنان بس هو إنسان، مش هقدر أقول أي حاجة غير كده. وجميل قوي انك تلاقي علامات كتير قوي بتطمن اهله وعياله واحبته على هو فين دلوقتي وحسن الختام اللي احنا اي حد مننا طبيعي يعني بيفكر فيها، كل الصراعات اللي احنا فيها وكل الاحداث اللي احنا فيها. لكن برضو اسئله مختلفه كده. برنامج الوسط الفني اللي بيعمل هذا المره الكتير قوي قلتها على الهوا وبره الهوا، برنامج الوسط الفني لما بيبين عيوب، فالعيوب دي لازم تكون الرقيب هو المشاهد او الجمهور اللي في يوم من الايام خلى اي نجم لما تراكم حجم الناس اللي بيحبوه اصبح نجم. فلازم يعرف يبقى في رقابة من الجمهور ده على كل تصرفاته. وهدفنا الاول والاخير ابراز الشيء ده بيخلي الناس بعد كده تبطله على قد ما نقدر. اي حد بياخدها بمواضيع شخصيه ده بره تفكيرنا تماما تماما. واللي بيعمل برضه حاجه كويسه بنحطها على راسنا. ويمكن حلقات كتير لينا قوي اتكلمنا على بعض الفنانين. المرض والموت حاجتين ما بعدناش عنهم خالص في برنامج الوسط الفني، مهما كانت القضايا المهمة والجراءة اللي اتكلمنا فيها وكل الكلام ده. بتكلم النهاردة على إنسان فنان وفنان كبير، فنان عمل تاريخ في الوقت اللي هو اشتغل فيه ده مش قليل، ما بين سينما وما بين ألبومات غنائية ومن عيلة فنية. يا جماعة عامر منيب أرجوكوا وأنا بتكلم دلوقتي تفهموا إنه كان بني آدم بمعنى الكلمة، كان إنسان، إنسانيته كانت غالبة. مش ممكن تلاقي إجماع طول ما أنت ماشي تكلم ناس في العزا، تكلم ناس أصدقاء ليه كانوا بيتعاملوا معاه، تسمع كل الكلام اللي بيتقال ده، وكأن فعلا ربنا اختاره إنه يبقى جنبه من حبه ليه كبني آدم كويس وفنان جميل. حاجات بتخلي الواحد كده تفكيره يعني مش عايز اقول يشت، لكن بيشوف ايه اخرتها. كل شيء كده محصل بعضه. المهم احنا رايحين فين في الاول وفي الاخر. بنفكر في حلقتنا. انا مبسوط كمان ان انا مش عايز اقول اي اخبار النهارده، ومش عايز اتكلم في اي مواضيع تودينا في اي سكه من السياسه والفنانين مع السياسه والاوضاع اللي حاصله عموما والكلام ده، لان احنا لازم نركز كده ان واحد فنان انسان زي عامر منيب يبقى عمل كده. أعتقد يا جماعة أن سلوكياتنا هي أهم شيء عشان نرتقي بكل شيء. لو كل واحد ارتقى بسلوكياته أكيد أخلاقياته هتبقى كويسة، أكيد هيبقى بني آدم متدين وعارف ربنا، لأن أكيد الدين المعاملة. حاجات كتير قوي تساؤلات. ناس عايزة تعرف هو عامر منيب سنه صغير، في ناس قالوا 40، في ناس قالوا 48، في ناس حاجات كتير قوي. بنحاول النهارده ان احنا نقولها بشكل صحيح جدا من اقرب الناس اللي قريبه واللي عاشرته. في نقطه بقى غير الفنانين الكبار اللي زملوه ان هو الاقرب ليه جيل. بعتبر ان انا من الجيل ده، وانا يمكن حكيت قبل كده انا قابلته كذا مره في اماكن مختلفه الله يرحمه، لكن انا دخلت بيته الحقيقه. كان بيت جميل جدا، والراجل هو مؤسسه بشكل حلو قوي، استقبلني حلو قوي مع انه ما كانش يعرفني بشكل شخصي كويس، وكنت لسه في بدايات عملي يعني في 2002 2003. لكن هو كان طبيعته كده، هو بني ادم خير، بني ادم
مش عارفه اقول مقابلته عامله ازاي. مقابلته لوحدها ملهاش دعوه باي حاجه، يقف بنفسه يستقبل مين، يخدم على مين في البيت عنده. كان نزيه قوي كمان على فكره. يعني في شويه حاجات كده. نادر نور صديقي يمكن هو كان السبب ان احنا دخلنا في معلومات كتير عنه كفنان اعمال. كل الكلام ده هيجي وقته في تقرير هنتكلم فيها، لكن انا حاسس ان اعلامنا المصري عموما، سواء التلفزيون المصري او الاعلام الخاص المصري، ما اداش الانسان والفنان ده حجم قد بعض الفضائيات العربيه. يعني احنا ما قدرناش نحصر، بس شفت قد ايه ان كانوا بيتكلموا عليه. شفت برامج صباحيه في قنوات عربيه كتير بتتكلم وعامله فقرات خاصه بيه. واكبر تشبيه يمكن كان اتقال انه كان كمان فنان محترم جدا، عمره ما راح للابتذال باي شكل خالص. يعني هو كان بيشتغل في منطقه الرومانسيه اللي هو بيتعامل فيها بشكل راقي، دون ابتذالات، دون ابتذال في افلام، حاجات كتير في النطاق ده. لكن من اكتر الحاجات اللي انا شفتهم بيتكلموا فيها في قناه من القنوات العربيه ان هو عاش حياته متاثر برومانسيه عبد الحليم، ودي حقيقه هنتكلم فيها. وعاش طول عمره حتى في ادائه التمثيلي بنفس الشكل او غناه. وفي النهايه تكاد تكون النهايه واحده برضه لما قابل ربه عبد الحليم حافظ في سن مش كبير. انا بتكلم في 48 سنه الفنان عامر منيب رحمه الله عليه. هنحاول النهارده نعرفكم حاجات كتير قوي، بس في البدايه عايز اقول لكم برضو ان التقصير لو حصل من الاعلام المصري، الاعلام العربي كان بيتكلم عليه بشكل كويس قوي. ناخد فكره عنه كده ونرجع مره تانية. وافكر واسهر واحلم بيك. عفل نجم ملك الرومانسية الفنان عامر منيب عن عمر ناهز 48 بعد 22 عاما من العطاء الفني. توفي عامر بعد معاناة وصراع طويل مع المرض. أنا عاوزة أقول إن آخر دعوة كانت لعامر كانت: اللهم أنت ربي وأنت وكيلي يا رب، اللهم أنت حسبي وأنت وكيلي يا رب. وما كانش بيقول كان بيقول يا رب. كان على طول يقول أشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله. الدعاء ده دعاء جميل لو كله يعرفه. وهو كان إنسان جميل جدا، كان ملاك على الأرض. لما تضيق دنيتي بنده واقول يا الله، يا رب فك كربتي يا خالق الموت والحياة. كان رياضي، كان بيمارس يعني كرة القدم بشكل شبه دائم معانا في النادي الأهلي. كان إنسان بسيط جدا، حبوب جدا، متصالح مع نفسه. عامر واحد من الناس اللي زي ما يكون بيقولوا عليه كده ابن موت من سلوكياته وتصرفاته. يعني كان بيدي مثل وقدوة لكل فنانين مصر في سلوكه وفي أفعاله وفي كل حد صغير أو كبير في الشارع كان بيحبه. يا رب عفوك ورضاك، سامحني يا رب، ارزقني يا رب، اغفر لي يا رب، استرني يا رب، يا رب. بنجيب نماذج كتير مش كويسه في برنامج الوسط الفني، لكن دورنا احنا ليه بنفكر في عامر منيب؟ بنفكر فيه ليه؟ نعمل حلقه ونتكلم عليه كده. اكيد احنا محتاجين قدوة في اي اتجاه من الاتجاهات واي مجال من المجالات. فلما نسمع حاجات كتير هتتقال في حلقتنا النهاردة، وفي نفس الوقت حاجات برضه بتتقال، هو طبعا عيلة فنية وهنعرف ايه الحكاية. وجدته الفنانة الكبيرة ماري منيب، طب هو ناس استغربت هو طلع من الجامع ازاي، ناس فاهمة ان هو طبعا قصة مسلم ومسيحي والكلام ده. الراجل طبعا كل الكلام ده هو راجل مسلم واتولد مسلم، والكلام ده هنعرفه في السياق اللي هيحصل. برضو
في اي اسئله، هو المرض ده بقاله قد ايه، هو كان تعبان بقاله كتير، طب هو ايه اللي حصل، نحاول نعرف حاجات كتير من الكلام ده. لكن المعلومه الاولى بس اللي انا هقولها ان اللي هنسمعه عنه في سلوكيات ليه، ده هدفنا الاكبر النهارده. اذكروا محاسن موتاكم لو هي قليله، ما بالكم هي كتير جدا. فأي حد، أي مش فنان بس، يلا يا جماعة فكروا بقى شوية إن تبقوا بتحتذوا بالسلوكيات الجميلة دي، لأنه قدوة أكيد. الحاجة التانية إنه لما كان تعبان، وهنعرف الموضوع ده، والمرض حصل له في ألمانيا ورجع وقت هنا، كان عايز يطمن جمهوره. يمكن كان نفسي اعمل معاه حلقه بقالي كتير، بس هو كان ناس بتقول لا مش عايز يطلع في برامج، عامل متنك، الكلام الكتير اللي بيتقال ده. هو كان تعبان ومش عايز يعمل ده، لكن الظروف خلت ان في ضيف من ضيوفي برضو اللي هيبقوا موجودين معايا في وقت من الاوقات سجل كلمه ليه صوتيه بعد ما رجع من المانيا، عايز يطمن بيها جمهوره بشكل لطيف، تنزل على الانترنت، مش مهم تروح في اي اتجاه غير لجمهوره، ومش لازم تتذاع في حته. هنشوف كلمه للراحل عامر منيب أول ما رجع من ألمانيا، كان بيحاول يطمن جمهوره وما يحسسهمش بالآلام اللي هو حاسس بيه. أنا عامر منيب، كان نفسي إن أنا أكون معاكم كلكم وأشكركم كلكم واحد واحد وواحدة واحدة. كل سنة وانتم طيبين وربنا يخليكم ليا. أنا الحمد لله يعني بعيد عن الإشاعات وبعيد عن كل حاجة، أنا الحمد لله عملت عملية بس صعبة شوية في القولون، ولكن الحمد لله عدت، والحمد لله بخير دلوقتي وباخد علاج. والعلاج برضو مش قوي قوي ولا حاجة، ولكن هو علاج حديث شوية في ألمانيا، وربنا يشفي كل مريض يا رب ويبعد عنكم كل حاجة. وبشكركم، وإن شاء الله أشوفكم قريب ونتكلم معاكم كلكم إن شاء الله. بشكركم على دعواتكم، ربنا يخليكم ليا. عامر منيب. مش بس كده، لكن هنحاول لكل اللي بعتوا لنا وحبوا إن حلقة زي دي تتعمل للراحل عامر منيب، هتشوفوا معانا النهارده ماتيريال وصور مميزة جدا، لدرجة ان احنا اوريكم كمان بيته اللي هو عمله بشكل أوضة معينة كده، بشكل تاريخ ليه. عايز اقول دلوقتي ان احنا هناخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع مرة تانية للاستوديو يبقى معايا. عايز اقول من الناس المقربة ومن الناس اللي حبوه ومن الناس اللي اتعاملوا معاه، لازم نعرف مواقف كتير على الإنسان الجميل ده. هيبقى معايا ضيوف طبعا، في موجودين معانا بعض الأسامي، في أسامي في الطريق، وفي حاجة تانية عايز أقولها، يعني إن صدفة النهاردة هي الحياة كده عموما، يعني إن النهاردة في فرح مهم للعيب كورة، فإن الفنانين معظمهم رايحين يجاملوا هناك، في لخبطه كده، لكن في ناس ما فكرتش في اي حاجه غير عامر على المستوى الانساني، وكانوا لازم يبقوا موجودين هنا. هيبقى معايا ضيوف ان شاء الله، الاستاذ علي المليجي رئيس شركه عالم الفن، اللي تعامل معاه ومع كتير قوي. يعني انا لو قعدت اتكلم مع الاستاذ علي المليجي ده يتكلم يعمل تاريخ لكل الفنانين، وعن قرب معاه في ألبوم غنائي الاخير تحديدا. كمان اللي كان ملازمه بقى، واللي في يوم من الايام بقى ملحن لما عامر فكر فيه واقتنع بموهبته وعمل له شغل كتير. وعلى فكرة كمان كان معاه في آخر أيام ليه في العناية المركزة، واحنا في آخر حلقتين كنا بنحاول نعرف أي أخبار، الملحن والمطرب نادر نور اللي عمل له أعمال كتير قوي. كمان هيبقى معايا ملحن بقاله مدة بعيد شوية، مش حابب يظهر، مش موجود، لكن من أكتر الناس اللي الجيل ده على فكرة عامر وقف مع ناس فيه كتير قوي، أسامي كتير قوي اشتغلت معاه، اللي كان شغال كورال واللي شغال خد منه ألحان واللي خد منه كلمات. عشان كده هيبقى معايا كمان واحد من المقربين واللي مهزوز وتعبان نفسيا، وصف نادر نور الحقيقة. هيبقى معايا الملحن خالد عادل، هتكلم معاه في حاجات كتير ويحكي لنا عن الراحل عامر منيب. أيضا هيكون معانا واحد من الفنانين اللي كان في جيله في التوقيت ده، هيبقى معانا الفنان خالد علي، يتكلم على بعض الذكريات الخاصة بيهم وأول شركة كانوا منضمين ليها زمان. وكان في برضو من الضيوف إن شاء الله يشرفنا
الفنان إيهاب توفيق، ورغم ان انا عارف ان عنده ظرف طارئ حصل دلوقتي يعني او من امبارح بالليل تحديدا، بقول له الف سلامة على ابنك يا إيهاب، بس اتمنى انه يلحقنا في الهوا ان شاء الله. وكمان الفنان مجدي القاسم. هنشوف ضيوفنا يبقوا عاملين ازاي. المهم ان احنا هنتكلم في حاجات كتير، هنعمل بعض الاتصالات وهنبين لكم كواليس حياته، صوره، بيته، شهاداته اللي كان بيفتخر بيها. حاجات كتير قوي هتحصل، بس اكيد ان شاء الله بعد ما ناخد فاصل ونرجع مرة تانية. لو عرفوا رحمتك، لو حسوا حنيتك، لو داقوا مرة محبتك، لو كان هدفهم جنتك، كانوا عشقوا طاعتك يا الله. لو عرفوا رحمتك، لو حسوا حنيتك، لو داقوا مرة محبتك، لو كان هدفهم جنتك، كانوا عشقوا طاعتك يا الله. لما تضيق دنيتي بنده واقول يا الله، يا رب فك كربتي، يا خالق الموت والحياة، ماليش غيرك طوق النجاة. لو عرفوا رحمتك، لو حسوا حنيتك، لو داقوا مرة محبتك، لو كان هدفهم جنتك، كانوا عشقوا طاعتك يا الله. يا مالك الملك رحمتك، على عبد آمل محبتك، نفسي أفوز بجنتك، وأعيش حياتي في نعمتك، بحس قربك يا الله. لو عرفوا رحمتك، لو حسوا حنيتك، لو داقوا مرة محبتك، لو كان هدفهم جنتك، كانوا عشقوا طاعتك يا الله. يا رب عفوك ورضاك، سامحني يا رب، ارزقني يا رب، اغفر لي يا رب، استرني يا رب، يا رب. لو عرفوا رحمتك، لو حسوا حنيتك، لو داقوا مرة محبتك، لو كان هدفهم جنتك، كانوا عشقوا طاعتك. من الأهداف الكتير اللي ممكن نكون حطينا محدش بيعمل أي شغل أو أي حلقة من حلقاتنا لما تبقى عارف إيه الموضوع. قلت لكم قدوة، وبندور على القدوة بالعافية في الوسط الفني عشان نلاقي شيء جميل يمكن بنديله حقه بعد ما فارقنا، لكن لازم ندور على ده. الحاجة التانية إن أي حد فينا
هيبقى محتاجها في يوم من الأيام، إن حد يقول الله يرحمه أو يقرأ عليه الفاتحة. أعتقد النهاردة إن في وقت واحد وحضراتكم بتتفرجوا عليا كمان زمايلي هنا في القناة في الاستوديو هنقرأ الفاتحة عليه وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. لكن خلينا نبتدي في تقديم ضيوفي واللي كانوا قريبين جدا ويقدروا يحكوا حاجات كتير أكتر مني وأكتر من ناس كتير إنسانيا، وبرضه هنتعرض لفنيا. في البداية كده عايز أرحب بموسوعة العلاقات للتاريخ للفنانين كلهم اللي تدرجوا في حاجات كتير قوي في شركة عالم الفن في وقت من الأوقات كمدير إنتاج في وقت كبير، بعديها تولى الإنتاج بالكامل، بعديها أنا بقدمه النهاردة وهو رئيس شركة عالم الفن الأستاذ علي المليجي. منورني يا أستاذ علي. الله يخليك. ميرسي. من المقربين جدا وكان موجود معاه وكان السبب ان هو يكتشفه كملحن واول شغل ليه. والايام برضو سبحان الله كان هو اللي جنبه في وقت الغيبوبة اللي كان تعبان فيها خالص في الوقت الاخير ده. وبقى اسمه نادر نور لما فكر في الموضوع عامر منيب ان هو يحتضنه. اكيد انا برحب بالمطرب والملحن الجميل نادر نور. اهلا بك يا نادر. ازيك يا احمد؟ منورني. بنورك. جالي تليفون من اسبوعين برضو من صديق بقى له وقت كتير قوي، ملحن مش عارف عنه حاجه. اتبسطت من لقيت تليفون ولقيته بيقول لي احمد مش عايز اي حاجه، يعني ليا طلب واحد ارجوك اطلع في البرنامج، انت عندك حلقه بكره ادعوا لعامر منيب. هو ده المكالمه اللي طلبها مني. قلت له طب طمني. قال لي احمد بس ادعوا، هو مش عايز اي حاجه من اي حد خالص. كان متاثر جدا وليه علاقه قويه انسانيه بيه، ونفس الجيل اللي بتكلم عليه اللي عامر وقف جنبه. يبقى معايا اكيد الملحن خالد عادل. اهلا بيك يا خالد. اهلا بيك يا احمد. منورني. نورك يا احمد. عايز اتكلم في حاجات كتير. ما رضيتش اقرا من ورق عندي هو مين عامر منيب فنيا ولا انسانيا. حاجات كتير محيطه بيه. حاولنا ان احنا وفريق الاعداد نعمل حاجه كويسه. اتمنى ان هي تبقى موجوده في كل مكان. عملنا تقرير يخصه في كل اتجاهاته اللي قام بيها. عايز اعرف الناس مين هو الفنان الراحل الجميل والإنسان عامر منيب. عامر محمد بديع منيب المعروف بعامر منيب، فنان مصري ولد في حي الدقي يوم 2 سبتمبر عام 1963. نشأ عامر في بيت جدته الفنانة الكبيرة ماري منيب، وكان يحرص على مرافقتها في عروضها المسرحية على مسرح الريحاني رغم صغر سنه، إذ لم يكن حينها قد بلغ 7 من عمره. تأثر في بداياته بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وكان يردد أغانيه في خلوته إلى جانب الاستماع إلى كبار الفنانين والمطربين على غرار أم كلثوم وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. حصل عامر منيب على بكالوريوس التجارة عام 1986. أصبح معيدا بالجامعة، لكن عشقه للموسيقى والغناء بقى ملازما له. اكتشف موهبته الموسيقار حلمي بكر عند سماعه يغني في إحدى السهرات الرمضانية سنة 1987. أعجب حلمي بكر بإمكاناته الصوتية وشجعه على اتباع طريق الفن، مشيرا عليه بدراسة المزيد من الموسيقى. فما كان من عامر إلا أن خضع لدروس في المقامات الموسيقية، واهتم بدراسة أصول وقواعد العزف على آلة العود والبيانو. أنشأ عامر فرقته الموسيقية وقدم معها العديد من العروض في النزل مرددا أغاني عبد الحليم، وكسب من خلالها شهرة كبيرة، لكنه قرر بعد فترة أن يجعل لنفسه لونا غنائيا خاصا به. أصدر عامر مجموعة من الألبومات ضمت أنجح وأشهر أغانيه، وقد حققت مبيعات تتراوح ما بين 100 و150 ألف نسخة، خاصة مع ألبوماته الثلاثة الأخيرة حب عمري وحعيش سنوات من المعاناة والمرض قضاها المطرب الشاب عامر منيب على السرير الأبيض بكبرى المستشفيات، انتهت أخيرا بوفاته
فقد وضع الموت حدا لآلامه التي كثيرا ما تحملها الفتى وأخفاها عن جمهوره، وهو الشاب الذي لا يزيد عمره عن 48 عاما. لقد تمكن السرطان من الجسد النحيل وأقواه، وبدد عنفوان الشباب لديه، وأطفأ لمعان العيون قبل الأوان، رغم المقاومة العنيفة للفنان الذي أبى الاستسلام وأقبل على الحياة وخطط لمستقبل جديد كان يظن أنه ينتظره، فهو لا يزال في مقتبل العمر وتداعبه أحلام الشهرة والمجد، حيث وافته المنية في مستشفى دار الفؤاد يوم السبت 26 من نوفمبر عام 2011. رحم الله عامر الأخلاق. شكرا لزميلي خالد مخلص على الفي او اللي هو عامله لنا ده في التقرير، تقرير جميل جدا. بشكرك يا خالد، مش في الاخراج بس، كمان شايف تقرير جميل جدا. نبتدي الحكايه ونبتديها. السؤال اللي ممكن يكون بيتقال يا نادر، انت من المقربين جدا، هو كان عنده ايه وتعب امتى؟ هو عامر الله يرحمه تعب في شهر 7 سنة 2010. وسافر ألمانيا، عمل العملية فيها الاستئصال جزء من القولون. والعملية نجحت الحمد لله، ورجع مصر. ولما رجع أنا زرته أكتر من مرة في البيت، وقعد فرجنا على الصور بتاعته في ألمانيا ويتكلم معايا مش بس في المرض، يعني هو عامر كمان قعد يتكلم معايا في قد إيه ألمانيا بلد جميلة. يعني واحد تاني في مكانه او في رحله العلاج اللي هو فيها مش هيبقى مركز غير في ان هو يرجع سليم او ان هو يخف، يعني كل تركيزه. لكن هو كان بيحب الحياه برضه، يعني مركز ركز في البلد، وركز في تفاصيلها، وركز في الناس هناك عايشه ازاي. اتكلمنا في حاجات كتير جدا لحد ما يعني انا اخر مره اتكلمت معاه في التليفون كان يوم عيد ميلاده اللي فات. السن بس نأكده عشان يتقال عمر مختلف. هو عامر 2 سبتمبر 63. تمام. يعني عامر تم 48 سنة سبتمبر اللي فات. حصل تليفون بينكم اخير؟ كانت اخر مرة نتكلم فيها بعض يوم عيد ميلاده. انا متعود دايما في المناسبات، انا ومناسبة عيده تحديدا ما بنساهاش خالص. فكلمته وسلمت عليه. كان وقتها هو في الساحل. قال لي هرجع من الساحل ونتكلم ونقعد مع بعض وتجيلي وكده. وبعدين امور الحياه بنتوه من بعض شويه. جيت في العيد الكبير كلمته عشان اعيد عليه. من يوم الوقفه لحد رابع يوم تليفونه ما بيردش خالص. فافتكرت بقى ان هو ممكن يكون في المانيا، لان هو بيسافر ياخد جرعات ادويه معينه وبيرجع. لحد ما جالي خبر ان هو في غيبوبه. جالي الخبر تاني يوم، ما كان يعني هو دخل غيبوبه كان يوم سبت. انا يوم الاحد تاني يوم كنت عنده الساعه 3 الظهر على طول. من يوم الغيبوبه لحد ما توفى وانا كل يوم في المستشفى هناك. تعرف الوقت ده كان عامل ايه في الغيبوبه؟ كان مين بيروح؟ لكن احنا معانا بس مداخله تليفونيه كده. انا قلت ان ايهاب نجم الجميل ايهاب توفيق ما كان معانا ضيف، بس انا عارف ان عنده ظروف. والف سلامه لابنك يا ايهاب. الو. الله يسلمك يا احمد. السلام عليكم، ازيكم كلكم؟ اخويا وصديقي العزيز احمد، وحبيبي نادر، وخالد، واستاذ علي المليجي، منورين كلكم. يعني كنا نتمنى ان احنا نبقى يعني مجتمعين في مناسبه تكون احسن من كده كتير، لكن معلش الحمد لله على كل شيء، وقدر الله ما شاء فعل. انا عايز بس اكد معلومه ان انا كلمت مجموعه من الفنانين كله مشغول، لكن انت اول واحد ابديت انك حابب تكون موجود. لكن انا عارف ان عندك ظروف حصلت يا ايهاب. معلش انت عارف انا يعني في اي مناسبه، وخصوصا لما تكون حاجه لزميل عزيز واخ من الناس اللي هفضل طول عمري افتكرهم واقدرهم واحترمهم واحبهم جدا جدا، اخويا المرحوم عامر منيب الله يرحمه. وفي كل مره هتيجي سيرته هطلب من كل الناس اللي موجودين ومن كل الناس اللي بتحبه ان هي تقرا الفاتحه على روحه. اكيد. ايهاب انا حابب بس اعرف منك، هو انسانيا انت حسيته مختلف في ايه كزميل من الزملاء الكتير اللي موجودين، من كتر اللي انا عمال اسمعه عنه في انسانيته؟
حاجات كتيرة ممكن أقول لك وأحكي لك عنها. دي يعني راجل جميل بمعنى الكلمة في كل حاجة، في كل حاجة يعني. ما الله يرحمه كان طيبة القلب والجدعنة والرجولة والنفس الصافية، اللي ما بيجيبش سيرة حد في أي حاجة وحشة، ما بيضايقش حد، كل الناس بتحبه. على المستوى الإنساني والفني يعني بني آدم جميل، والله يرحمه كان من الناس اللي سيرتهم بتيجي بكل خير على كل لسان. يعني معايا أنا شخصيا في مواقف كتيرة كان موجودين مع بعض فيها، في حفلات، في شغل، في سفر. المنافسة ما كانتش بتعمل اللي بنسمعه، المنافسة إيهاب بينكم في وقت زي ده ما كانتش بتعمل اللي احنا بنسمعه دلوقتي بين أي حد بينافس التاني، لأن انتوا تعبتوا عشان تصنعوا نجوميتكم مش بالكليبات اللي بتحصل دلوقتي بسرعة. المنافسة دي ما كانتش تأثر في أي علاقات إنسانية بينكم؟ لا بالعكس خالص خالص، عمرها ما كانت في الاطار ده ولا بالشكل ده، ولا في تنافس اللي هو الواحد يبقى بيحقد على زميل ليه ولا على واحد بيعمل حاجه كويسه بنفرح له وبنتبسط له وبنتصل بيه وبنهنيه وبناخد رأي بعض في شغلنا. لا العلاقه في الجيل بتاعنا الناس يمكن مش عارفه يعني طبيعه الشكل بتاعها ازاي. هسمع اكيد الطبيعه دي كانت ازاي. هسمع يعني. من الاستاذ علي المليجي، لان اكيد انا معايا تاريخ هيحكي حاجات مهمه. هسمع منه اخيرا وهو سمعنا اكيد الفنان عامر منيب وبروحه. اكيد تحب لو هو اخر مداخله بينك وبينه، مكالمه لو قابلته، حابب تقول له ايه يا ايهاب؟ هقول له انك هتوحشنا كتير ومفتقدينك، وربنا يصبر كل الناس اللي بتحبك، وربنا يصبر اسرتك وعيلتك واولادك وزوجتك. طيب احنا في اغنيه قبل ما انسى والنبي، عشان احنا هنذيع جزء منها كده، نزلت بصوتك من الفانز الخاصين بيك. هي كانت انا مشيت وراها شويه، عرفت انها كانت معموله للراحل محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب ايوه. لكن هي نزلت اهداء لروح الفنان عامر. انت مبسوط قد ايه بان حاجه زي دي نزلت في الوقت ده، وان جمهورك اللي نزلها على طول يا ايهاب؟ انا يعني ما عرفت عن الموضوع ده امبارح، مش عارف اقول لك كنت طاير من الفرح قد ايه، انه الناس عارفين طبيعه العلاقه الجميله اللي كانت بيني وبين الراحل عامر، وعملوا الموضوع ده، والناس كلها اهتمت بيه واهتمت بان هم يظهروا للناس المحبه اللي كانت بيننا قد ايه، والعلاقه الطيبه والروح الطيبه اللي كانت بيننا قد ايه. الله يرحمه. الله يرحمه. شكرا ليك الفنان ايهاب توفيق، النجم الجميل اللي حب يشاركنا. خلينا نتكلم على الوقت الصعب يا نادر. تعب جامد، كان غيبوبه مش حاسس بحاجه ولا كان مجمعك؟ لا غيبوبه كامله. غيبوبه كامله. مين اللي كان متواجد في الوقت ده؟ طبعا عيلته بالكامل بشكل يومي، مراته واخته والاستاذ يعني اخوه. اسرته عامله ازاي؟ عنده 3 بنات جمال صح؟ 3 بنات من اجمل ما يكون. يعني 3 بنات كل واحده فيهم لما تبص لها تشوف عامر من جهه، يعني تشوف عامر منيب في ال3. دي واخده شويه صفات ودي واخده شويه صفات، واللي واخد شكل، اللي واخد ملامح من شخصيته. فكانوا كلهم متواجدين كل يوم بشكل يومي. مجموعه دي من اصدقائه اللي من خارج الوسط كمان متواجدين بشكل يومي. ناس كتير جدا من الوسط كانت بتزوره بشكل يومي. رامي صبري، الفنان خالد عجاج طبعا كان باستمرار، حتى اليوم اللي ما يجيش فيه يكلمني في التليفون او يكلم الاستاذ جمال. كانوا مستنيين زي ما انا سمعت ان في دكتور هيجي يقول الموضوع من المانيا او كده، يعني كان في دكتور جاي من بره بس يعني التقارير كانت بتوصله، كان في متابعه لحالته بشكل يومي. وفي مجموعه كبيره من الفنانين زاروه برضو في المستشفى. كنا كلنا عندنا امل يعني. لكن الخبر بقى خلينا كان يوم السبت
كان يوم السبت. عرفت انت كنت الشيفت بتاعك هناك معاه ولا كنت في البيت؟ لا، هو احنا كنا كل يوم تقريبا بنمشي الساعة 12 بالليل من المستشفى، كنت انا شخصيا يعني بروح من 12 الظهر او يعني لما اتاخر اروح الساعة 2 مثلا، فاهمني؟ وامشي 12 بالليل انا وجمال او كل اللي موجودين. ليلة الوفاة تحديدا احنا مشينا متأخر جدا من المستشفى تقريبا على الساعة 2:30. وعكس كل الايام ما حدش من الامن مثلا بتاع المستشفى قال لنا انتوا كتير او انتوا ميعاد الزياره انتهى او خلص. سابونا خالص في الليله دي. والصبح انا عرفت ان الاستاذ حسام جوز اخته بالتليفون كلمني وقال لي الخبر، يعني قال البقاء لله في عامر. يعني انا مش هقدر اوصف لك صدمتي في المكالمه دي كانت عامله ازاي، لان يعني كلنا كان عندنا امل ان هو يقوم وان هي مرحله وهتعدي. قمت طبعا، رحت على المستشفى على طول، كنت بعد نص ساعه هناك. باين اهو التواجد كلكم رحتوا، دي صور الجنازه. بس احنا بنتكلم دلوقتي، انت جبت سيره فنان انا كل اللي اعرفه يعني عنه انه بني ادم محترم وطيب القلب، وكان موجود في وقت العيا والتعب ده في المستشفى ووحش الدنيا كلها. فنان خالد عجاج معانا على التليفون. الو. السلام عليكم. اهلا بيك يا استاذ خالد. اهلا وسهلا بيك، واهلا وسهلا بكل اصدقائي وكل الفنانين اللي موجودين معاك. اهلا وسهلا. معلش احنا بنكلمك يمكن في ظروف صعبه وناس كتير قوي مشتاقه تتكلم مع الفنان الجميل خالد عجاج، لكن عامر منيب تقدر تقول عليه انسانيا ايه؟ لان انا مش في تقييم فني الحقيقه دلوقتي، اكتر من هو انسان. احنا بنتكلم على قدوه ناس تحتذي بيه كتير يا خالد. بص، انا هقول لك على حاجه. هو انا لما جيت القاهره كنت الاول قاعد في اسكندريه بشتغل هناك، يعني بشتغل في الفن طبعا. فلما جيت اتجوزت وجيت القاهره، كان من اول الناس اللي قابلتها كان عامر منيب الله يرحمه. يعني عايز اقول لك قضينا مع بعض، انا شايفها من احلى فترات حياتي، اللي هي مرحله التكوين يعني. احنا الاثنين هو كان واخد سكه كنت معجب بيه قوي، وكنت معجب جدا بفرقته تحديدا كمان، والشو اللي هو بيقدمه وبيقدم. كان بيغني اغاني للراحل عبد الحليم حافظ، الحقيقه برضو من احسن الناس اللي سمعته بيأدي الشغل بتاع عبد الحليم. فكان واخد اتجاه جميل جدا، وما كانش بينافس حد، يعني كان بينافس نفسه تقريبا يعني. وكان عايز اقول لك علاقته حلوه بكل الفنانين. وفي الفتره دي بالذات انا يعني هو كان اقدم مني كمان شويه في القاهره، فكان في الاماكن اللي كنا بنغني فيها كان عامر يعني نجم كبير فيها في الاماكن دي. فوقف جنبي انا شخصيا يعني، وكان بيرشحني في اماكن مميزه جدا مش هقدر اقول على اسمائها. ان هو خالد عجاج ده انا كنتش لسه عملت البومات خالص ولا عملت اي حاجه، انا راجل جاي لسه بشق طريقي يعني. الحقيقه علاقتي كانت بعامر علاقه انسانيه جميله، مش عايز اقول ولا ادعي ان احنا كنا كل يوم بنكلم بعض او بتاع او حاجه زي كده. كانت الفتره الاولانيه في حياتي فتره تقريبا كنا بنشوف بعض فيها كل يوم، وبعدين كل واحد فينا بيتشغل في حياته سكه واتجاه. لا انا تحديدا احنا حابين نتكلم معاك يعني خالد، عشان نادر قال لي انك كنت موجود كمان في المستشفى في زيارات في الوقت الاخير ده. جالك المعلومه ان هو تعبان قوي من مين ورحت هناك تزوره وانت حاسس بايه؟ هو انا ساكن في اكتوبر اساسا. الحقيقه عرفت من الجرايد ان عامر في دار الفؤاد. وانا قبل كده الحقيقه ما كنتش عارف اعطر فيه خالص، لانه كان في المانيا، ولا كنت عارف اعطر في جمال اخوه، ولا عارف اتصرف. وانا برضو الحقيقه دخلت برضو في شويه امور دنيويه وكده. فالمهم لقيت ان هو ده جنبي، ده عامر هنا في دار الفؤاد. فقررت طبعا فجاه ان اقوم فجاه بسرعه، وقمت رايح على دار الفؤاد وقابلت نادر نور. الحقيقه يعني قعدنا مع بعض شويه كده، ودخلت شفت عامر
وبوسته في راسه وقعدت شويه. بس الحقيقه يعني انا جات لي حاله صعبه جدا في الحكايه، ما كنتش مصدق ان انا شايف عامر كده. فيعني مش عايز اقول لك الموضوع ده اثر فيا قد ايه. واضح من كلامك ومن احساسك لما افتكرت الكلام ده، لانك فنان جميل كل الناس بتحبك. شكرا فنان خالد عجاج. اوصل استاذ علي المليجي، هو الموضوع جالك امتى وكنت متاكد من التعب ولا لا؟ وانا عارف ان انت يعني لما نتكلم مع علي المليجي الاسم الكبير، يعني انت عايشت يا استاذ علي كل الفنانين والنجوم بشكل ممكن ساعات اكتر من اللي قعدوا فيها في بيوتهم او اللي انت قعدتها في بيتك. اتعاملت مع البني ادم دوت فنيا، قيمته ازاي؟ انسانيا لقيت منه ايه؟ لانك تقدر تعمل مقارنات كتير قوي ما بين الشخصيات. هو المرحوم كان في صداقه شخصيه بينا يعني رغم ان هو ما حصلش بينا تعاون في الشغل غير قريب في اخر البوم ليه، انما تقريبا احنا على علاقه تقريبا من حوالي 12 سنه 13 سنه. قعدنا مع بعض كتير ورحت عنده البيت ولقيت انسان يعني الجانب الفني الجمهور كله عارفه وكله سامعه وكله شايفه. انسان طيب، انسان راقي، انسان محترم، بيحترم نفسه، بيحترم جمهوره، بيحترم الفنانين اللي بيشتغل معاهم. انسان لما بيلاقي اي فرصه بسيطه انه يساعد اي حد بيساعده. ساعد كتير قوي من الملحنين والشعراء الجداد، رغم ان هو في الوقت ده كان نجم، انما كان دايما بيستعين بالشعراء والملحنين الجداد زي نادر، زي عمرو مصطفى، زي خالد عادل، كل الناس دي. وفي ناس كتير تاني الذاكره مش سعفاني ان انا افتكرهم يعني. كان يحب يساعد جدا. وكان بيدي اي حد فرصه، يعني مثلا حد يقول ان في فلان ده ملحن كويس او شاعر كويس جديد ما حدش يعرفه، كان عامر يقعد معاه ويسمعه ويشوفه، وممكن تبقى بينهم صداقه، وممكن الملحن ده يبقى لسه جديد لسه عايز الطحنه بتاع السوق، ممكن عامر يوجهه. الله يرحمه كان انسان بمعنى كلمه انسان، وكان راجل بمعنى كلمه راجل. واحسن صفات عامر منيب الله يرحمه الهدوء. يعني دي هادي جدا، اللي هو يعني ما تسمعش عامر بيزعق في اي حته، لا في استوديو ولا في شارع ولا في بيت ولا في اي حته. صوته الفن. طب نوعيه الفن الراقي اللي هو نقاه ده انه يشتغل عليه، وفي نفس الوقت ما شفناش ابتذال منه. والغريب اكتر وعايز اسالك فيه ان نوعيه شغله ده من اغاني رومانسيه او ستايلات اللي هي الشكل ده مش بتاعت افراح، لكن كان بيشتغل من اكتر المطربين اللي بيشتغلوا افراح في مصر. كان بيشتغل افراح كويس. مش شايف الموضوع ده غريب شويه؟ مش غريب، لان الحته اللي هو كان بيشتغل منها يعني دي ما كانتش منتشره قوي، فكان بيبقى في الفرح زي البونبونايه يعني. يعني كنت تلاقي اللي بيغني مقسوم كتير واللي بيغني ستايلات كتير، بس الحته الرومانسيه وصوته الرومانسي اللي كان واصل للناس ده كان بيبقى حاجه زي البونبونايه في الفرح كده. يعني بتيجي وقت في الفرح الناس بتسعد ان في حاجه كده فيها رومانسيه وفيها شياكه مش متوفره في ناس كتير. رغم ان المطربين كتير وبيغنوا كتير وفي كتير بيغني رومانسي، بس الحته اللي بيغني منها عامر الله يرحمه كانت جميله وراقيه قوي يعني. لما جالك الخبر يا ريت واحنا بنتكلم ينزل معانا الصور والفيديوهات بتاعه الجنازه وبتاعه العزاء. لما جالك الخبر ده مؤكد ان عامر الله يرحمه لقى ربه يعني وهو في دار الحق يعني؟ هو الخبر جاني، كلمني الملحن رامي جمال الصبح بدري، فانا استغربت مكالمه رامي، فلقيته بيقول لي عامر تعيش انت. فالخبر بالنسبه لي يعني انا بص اقول لك حاجه، انا اعرف ان هو عامر مريض وكلمته وهو في المانيا وكلمت جمال وهنا في مصر حصل بينا مكالمات، بس ما كانش يجي في خيالي ان ممكن الموضوع يوصل لكده يعني. يعني انا دايما في حياتي بامن بربي كويس وبامن ان اي انسان في محنه ربنا ممكن يساعده. هو ما يغلاش على خيره، هو يعني ما يغلاش طبعا، بس تحس ان هو نقاه من جمال اخلاقياته وحاجات كتير قوي بصراحه. ده هو عامر الله يرحمه كان انسان بمعنى كلمه انسان، ويعني اللي هو كان فيه ده دلوقتي حسينا او عرفنا ان ربنا كان مديله الصفات دي عشان هو كان ابن موت. سبحان الله سبحان الله يعني اللي حاصل عموما، والعزاء والدفنه وكل شيء. مش عايز اقول اكتر من ان انا حاسس علامات جميله جدا. شايف من الصور يوم الدفنه مع نادر والشخصيات اللي كانت موجوده، عرفوا الصبح لما يطلعوا
الخبر جالهم بعض الفنانين منهم حمادة هلال. حمادة معايا على التليفون لأنه كان وقت مرض عامر كان تعبان جدا نفسيا وكان ما بيعملش حاجة غير إنه يدعي له يعني. معايا حمادة على التليفون. ألو. الو السلام عليكم، ازيك يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ عليكم السلام، اهلا بك. الحمد لله، ومنورين كلكم وكل ضيوفك وكل سنه وانتم طيبين. الحمد لله، الله يخليك يا رب. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. فاكر لما اتقابلنا وهو تعبان وما كان منك غير انك عمال تدعي عشان عياله وعشان هو بني ادم قد ايه جميل. الخبر لما جالك يا حماده الصبح وانا شايفك في الدفنه وفي الجنازه، حسيت بايه يا حماده؟ بص انا اقول لك على حاجه، يعني احنا عامر يعني الله يرحمه ويحسن اليه، يعني انا اولا يعني الكلام اللي انتوا بتقولوه كلكم اللي احنا كلنا بنسمعه يعني ما يجيش 10% من اللي هو فيه، يعني من اللي كان عايش، والشخصيات اللي بتحب الناس وبتحب تساعد الناس وبتحب تفرح الناس وما يتكلمش على حد كلمه وحشه. دي صفات الانسان، صفات الانسان يعني اللي ربنا خلقه فيه، صفات الرحمه اللي بيرحم بها الانسان، صفات من صفات ربنا، ربنا يرحمه يا رب. وانا يعني انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني احساس كبير والله العظيم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني غسله في الفتره بتاعه المرض دي، انا عارف. وربنا يغسلنا كلنا يا رب بالشكل اللي هو يرضي ربنا، يا رب يغسلنا بالشكل اللي هو انا عارف معلش انك قريب جدا من النواحي الدينيه ومتعمق فيها. مين اللي قال لك كده خالص؟ انا مش قريب زي ما انت متخيل يعني الى حد ما انت بتحاول انك تكون بني ادم ملتزم، فما اسمع منك الكلام ده على انسان زي عامر منيب انا مبسوط جدا بالاتجاه ده. لكن فسر لي شكل الجنازه، انهيار الناس من حبهم ليه، شكل العزاء الغريب، الاطوار بكل الشخصيات اللي كانت موجوده. حاول تفكر معايا كده ايه العلامات الجميله دي. لا هو في كل الاحوال جنازه عامر كانت المرحوم ربنا يا رب رحمه الله عليه يعني. احنا قبل يعني ايام ما كنا عارفين ان عامر طبعا انا اول الناس اللي كنت مقصر في مرض عامر منيب، بقولها صراحه انا كنت اكتر الناس المقصره واكتر الناس اللي تعبتني نفسيا واكتر الناس انا ويوم جنازته كنت تعبان نفسيا. لان انا كنت فعلا مقصر، ودي حاجه صعبه جدا. وبقولها لكل اللي بيسمعني يا ريت ما نقصرش مع بعض، يعني بجد يعني التاثير يعني الواحد يعني مقصر من ناس قرايبه وصحابه وحبايبه في الاخر يتفاجئ ان دول سابوه ومشوا. يعني دي فعلا الواحد في اللحظه دي يقول طب ليه انا ما كنتش يعني ايه اللي خلاني لهاني في الفتره دي. او بس انا اللي انا عرفته واللي انا كنت متاكد منه ان طبعا كانوا مانعين الزيارات في الفتره الاخيره، بس اللي انا اتاكدت منه يعني ان بجد عامر ربنا رحمه من شده المرض وتعب المرض. والجنازه واللحظه اللي احنا كنا واقفين فيها اقسم لك بالله انا كنت حاسس ان انا كل الناس اللي موجوده طايره. اولا الجو كان مش طبيعي، الجو فيه علامات. بص اللحظات كان فيها علامات، يعني الجو مش الجو اولا ما فيش شمس ولا فيه هواء، ما فيش قصدي سقعه ولا برد، رغم ان احنا وقت تحس ان الدنيا هتمطر يعني ده لحظه العصر يعني. ندى بيقول لي كان مطر خفيف اللي هو ندى. لا ما فيش حتى ندى خفيف، والجو ما فيش سقعه ولا في عارف يعني. والدفنه حصلت بسرعه مش طبيعيه وبسرعه وفي لحظه وانا ماشي عمال مستغرب. مدينه نصر دايما في وقت بعد العصر ده وقت الموظفين زحمه موت. احنا الطريق طبعا هو طبعا هي دي يعني دي علامات طبعا. هو طبعا في الاخر هي لحظه السؤال بتاع كل انسان فينا يعني دي وقت وميعاد يعني بنتمناه يعني. فربنا يعني ربنا يخليك يا حماده ونكتر من التعامل الجميل بين الوسط ونبرز كتير من الايجابيات عشان انتوا اللي بتبقوا قدوه لمجموعه كبيره قوي بيفكروا في الكلام ده. شكرا ليك فنان الله يخليك يا رب. شكرا. خالد انت من اكتر الناس يعني اللي انا حاسس انك غصب عنك ممكن كل واحد ليه احساسه متفاوت، لكن انت مهزوز نفسيا. انا حسيت ده لما قعدت معاك. هو عامر منيب الله يرحمه كان ايه بالنسبه لك يا خالد؟ بص يا احمد، هو عامر منيب انا اعرفه طبعا من 11 سنه، الاول اشتغلت معاه في اغنيه وياك. الاغنيه كانت بالنسبه لي كشغل، لكن انا ارتبطت بعامر كانسان. عارف الوسط الفني طبعا كله ناس كتير فنانين اصحابنا وكلام من ده، بس انا حسيت ان انا يعني عامر حسيت ان هو اخويا. وعارف لما ترتبط بحد بدون يعني مصالح او شغل او كلام من ده تبقى حاجه حلوه جدا.
عامر بالنسبه لي كان اخ وكان انسان وكان قدوه كمان بالنسبه لي. بحس بشوف فنان مختلف عن كل الناس اللي كنت بقابلهم. علاقتي اتوطدت بيه اكتر كمان من 5 سنين، يعني بقيت متواصل معاه، أنا مش لازم اشتغل معاه، انا حتى لما كنت بكلمه او يكلمني تعالى يا خالد نقعد، بنروح نسهر معاه، اقعد معاه، ولا بنتكلم في شغل ولا حتى بنسمع الحان ولا كلام من ده. فانا حسيت ان هو اخ ليا وهو بيعاملني لقيت انسان بقى مختلف. يعني عارف يا احمد، انسان، انت تتعامل دلوقتي مع انسان مش فنان خالص. انسى موضوع الفن خالص بتاتا. انا دلوقتي حتى النهارده جاي اديله جزء من حقه، ان هو مثلا يعني في ازمتي المرضيه هو واقف جنبي. اخر ايامه دي وهو عيان كان بيصبرني على مرضي انا، يعني فاهم، يعني شوف هو عيان كنت بروح له البيت اقعد معاه. اول ما جه من المانيا رحت قعدت معاه، طبعا كنت بتابعه على طول في المانيا، بكلمه على طول بيكلمني، وكنت بنزله على النت اخباره عشان الناس كلها عايزه تطمن عليه. هو انت عارف عامر برضو مش من النوع اللي بيحب الظهور قوي في التلفزيون، يعني مش بيحب مثلا يطلع في برامج وكلام من ده. فقلت له حتى عامر طمن الناس عليك، الناس كلها بتحبك. هو انسان متواضع جدا، طيب، صاحب صاحبه، معطاء جدا لكل الناس. يعني بانت في العزا، يا ريت تورونا يا جماعه العزا شخصيات قد ايه. العزا كان فرح مش عزا. يعني اكتر من 100 فنان في مجال التمثيل في ممكن ما يبقوش يعرفوه، وفي ناس ما تعرفوش. انا غريبه جدا. ما حصلش تعاون بينهم. كان في واحد في العزاء انا لاحظته كان موجود في الجنازه كمان وفي الدفنه. راجل بسيط جدا بجلابيه. الراجل ده دخل في العزاء، يعني جه يعزي وخرج، وكلنا ما نعرفش هو مين لحد دلوقتي. يعني راجل بسيط جدا، كان من ضمن المعزين. ناس كتير قوي احمد، وكان منهار وكان بيعيط. يعني في ناس انا عامل نفسي كنت بقعد معاه، في ناس مثلا ما بيكلموش من زمان، من 3 4 سنين جايين يعزوا فيه حب، يعني عارف. والميزه كمان في عامر ان الناس بتحبه الطبقات اللي هي الراقيه والطبقات الشعبيه. يعني مره في البوم حظ من السما كان مع استاذ علي ميجي في مزيكا، نزلت مع عامر في العربيه بنلف في الشارع فرحان جدا. هو كان طفل كبير على فكره عامر.